السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا اللهم بارك اهو. انا جيت الصبح على ما عملت الخلطة اللي انا بعملها، اللي انا قلت لكم عليها، السمك والدشيشة والردة. كانوا جعانين بسم الله ما شاء الله. انا وعدتكم ان انا اي غلطة هتحصل او اي حاجة سلبية هتحصل هقول لكم عشان انتوا تتجنبوها. امبارح في حاجة انا لاحظتها. طبعا انا لما بحط لهم الخلطه دي اللهم بارك هما بيبقوا مهيبرين جدا وبياكلوا بطريقه بشعه، يعني بياكلوا وباخد بالي ان خلاص الحصاله بتاعتهم ما شاء الله واخده رقبتهم وواقعه يعني. فامبارح انا خدت بالي ان في كتكوت ما شاء الله ملا جامد قوي، واخد على جنب هناك كده وبقى مش قادر ياخد نفسه. فانا قلت معقوله يكونوا هم هبل للدرجه ان هم يفضلوا ياكلوا ولحد ما يموتوا من التفاصيل. ففعلا حصل 2 كتكوتين امبارح الحصاله بتاعتهم اتملت على الاخر خالص يعني مزنده جامد. اخدوا جنب وقعدوا خلاص هم مبقوش قادرين. مسكتهم حاولت ان انا اشربهم بقوا يشربوا، بس الاكل فعلا مش عايز يتصرف لان كميه كبيره جدا. فحاولت ان انا اطلع الاكل من الحصاله بتاعتهم لبره بالراحه. حسيت ان الكتكوت هيتعذب في ايدي فمرضتش. فلما سبتهم على جنب في كرتونه جيت تاني يوم الصبح لقيتهم اتوفوا ماتوا والحصاله زي ما هي ما اتصرفتش. فده اللي حصل امبارح، فانا هحاول اتجنبه النهارده. انا امبارح كنت فرحانه قوي ان هما كل ما بحط بياكلوا بسم الله ما شاء الله، عندهم نشاط زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني اللهم بارك، يعني كله بياكل وبيجروا وبيلعبوا حلوين جدا يعني. فانا كنت فرحانه قوي بان هما بالمنظر ده، وقلت ما شاء الله اللهم بارك، يعني الدوره هتعدي بسرعه وهيسمنوا حلو وهتبقى الخلطه موفره وحاجه كويسه يعني. هتجنب بقى النهارده الكلام ده، ان انا مش هحط لهم اكل كتير، هحط لهم وجبه ومهما يعني شايفاهم ان هم عايزين ياكلوا خلاص انا هسحب منهم الاكل. انا دلوقتي حاطه لهم كميه على قد فعلا ان انا مش هحط لهم تاني غير بعد ساعتين. يعني خلاص انا شايفه الكميه دي هي هتكفيهم، موزعاها اهو على هنا وهنا وقدام برضو بياكلوا. فانا مش هحط لهم تاني غير كمان ساعتين او ساعه ونص كده على بس ما ياخدوا نفسهم ويعرفوا يهضموا اللي هم اكلوه، عشان ما يحصلش زي اللي حصل امبارح. فده اللي حصل، اللي حبيت ان انا اقوله لكم عشان لو حد حب يخوض التجربه يبقى واخد باله ان هم، انا مش عارفه هم مهيبرين قوي يعني ما شاء الله اللهم بارك، بياكلوا بكميه رهيبه يعني وجري وحاسه زي ما يكون حد كده مش عاقل، يعني مش فاهمه فيه ايه. فانا كنت فرحانه بقى، فكل ما ياكلوا احط تاني، كل ما ياكلوا احط تاني، لحد ما شفت بقى المنظر الرهيب ده ما شاء الله. يعني حتى بنتي الصغيره بتقول لي ماما الحصاله بتاعتهم اتملت قوي، اللي هي الحصاله يعني، فكانت كبيره قوي ما شاء الله اللهم بارك امبارح. فادت بقى ان الاتنين جابوا اخرهم يعني، فقدر الله ما شاء فعل. انا قلت لكم ادينا بنتعلم وهي تجربه والله المستعان هنشوفها ولو في برضو اي حاجه ظهرت هقول لكم. انا عامله لهم الخلطه دي، حاطه لهم عليها معلقه توم باودر وبصل باودر. هي دي الحكايه بتاعت النهارده او المعلومه اللي كنت عايزه اقول لكم عليها. انا كده اجمالي اللي مات مني من اول الدوره 5 كتاكيت. 5 كتاكيت، واحد كان 2 زي ما قلت لكم ماتوا لوحدهم، وبعدين واحد مات كده برضو مع نفسه، والاتنين اللي ماتوا امبارح بسبب الاكل. لعله خير، ادينا بنتعلم وهي الحياه تجارب يعني. طيب مش هطول عليكم. الخلطه دي حلوه قوي لو فراخ كبيره شويه. الحمام عندي بقى ياكلها مع الفراخ البلدي، جميله ما شاء الله اللهم بارك. امبارح كانت اول بيضه للسمان ما شاء الله اللهم بارك، كان اول حاجه يبيضوها امبارح. فجربوا يا جماعه والله المستعان، ربنا يكرمكم يا رب في اللي هتعملوه وتشجعوا. هي الحياه تجارب وما تخافوش من الفشل، مفيش فشل ان شاء الله. ولو وقعنا دينا بنقوم تاني عشان نجرب تاني ونتعلم. اللي نجح مش احسن مننا في حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.